نظم المركز العراقي لنشطاء حقوق الإنسان في العراق ورشة عمل تدريبية حول دور الصحافة في ترسيخ مفاهيم مبادرة الشفافية العالمية فيما يخص الصناعات الاستخراجية في العراق، والتي شارك فيها عدد من الصحفيين والإعلاميين في ميسان. الإعلاميين السباقين في طرح المشاريع والضغط من أجل أن تعم مبادرة الشفافية إلى أقل من وزارة النفط، أي مثلا أي تكون كشركات أو كمجالس محافظات لمعرفة أين تسير الأموال وهذه الأموال وكيف يتم الاستفادة منها بالتنمية داخل البلد. الاستفادة من الدورة ومبادرة الشفافية تحديدا حقيقة كان هو هدف جدا أسمى ورائع جدا، على اعتبار أن الصحفي هو حلقة الوصل بين المواطن وبين المسؤول، وخصوصا هناك أفكار جديدة تم طرحها على عدد من الصحفيين زملائي من خلال الاشتراك في تلك الدورة، وهي موضوعة الصناعات الاستخراجية اللي للأسف الشديد لغاية الآن العراق يحبو فيها، لكن المواطن عن معزل عن هذا الأمر. فكان هو الدور الأساسي والفكرة الأساسية هو أن يتوعى ويسلح الصحفي بتلك المعلومات، يقوم بدوره بنقلها وكشف تلك الأمور، على اعتبار أن موضوع الشفافية هو موضوع أساسي في العراق اللي يتمتع بالديمقراطية نسبية ما بعد فترة التغيير. الاستخراجات النفطية والعائدات المالية من الدول المستثمرة وواقع المقبوضات للحكومة ودور أهل المصلحة في ذلك، فضلا عن أهمية معرفة المواطن وبشفافية تامة حول العائدات المالية لهذه الصناعات وتوظيف تلك العائدات فيما يخص التنمية البشرية والاستثمار في كافة القطاعات، كلها محاور ناقشتها الورشة. المبادرة يعني شيء قبل احنا كنا ما نعرف عنها، يعني ما ماخذين هاي الفكرة الواسعة عن مبادرة الشفافية اللي هي طبقت بأكثر من دولة بالعالم. تركز الاهتمام على جانب الطاقة، كيفية استثمار الطاقة في مجالات متعددة كمجالات التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، وكيفية تشكيل لجان رقابية تساهم في زيادة وعي المجتمع على صادراته على وارداته، يعني يكون باطلاع كامل على كل ما يدور بالمجتمع العراقي بشكل عام. ومن المؤكد أنه ندعو الحكومة المحلية الحكومة المركزية إلى تفعيل هذه المبادرة وتشجيعها. السلطة الرابعة شريك مهم وعامل أساس في نهوض البلد، ومنها قطاعات الصناعة والزراعة والثروات الطبيعية والصناعية، على أن تتولى الحكومة مهمة إيصال أدق المعلومات وبشفافية تامة للمواطن ليعرف حقوقه وواجباته إزاء ثرواته كلها. عدي المختار لقناة الديار الفضائية، ميسان.